مرحبا حبايبي الحلوين، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونون بخير واتم صحة وعافية. نبتدي الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. فيديو سريع او روتين سريع حبيت اشاركه وياكم. خليكم ويا الفيديو وارجع لكم مرة ثانية. اليوم سبت حبايبي، حبيت اصور لكم هذا الفيديو مال جيل الطيبين، اكلاتنا مال قبل اللي صدق نحبها، مال بيبياتنا ماكو. فاليوم جتي على بالي فقلت خليها اسويها. تمام، فخليكم وياي. شوفوا حبايبي، فرمت بصل وحضرت المعجون، حضرت الجدر الصغيروني الحلو مالتي، و عندي ماجي لحم راح اخليه مكعبات. ويلا نبلش. اول شي راح نسوي حنحط البصل، فرمناه، لا ناعم كلش ولا خشن كلش، يعني وسط. نروح نحمسه. خليكم وياي. شوفوا حبايبي، دزي شوفوا حبايب قلبي، بنوتة حلوة متابعة جديدة، رادت تتعرف علي وقالت سوينا فيديو تعريفي. فأني خلال هذا الفيديو حبيت أعطيه كم معلومة عني. مثل ما تعرفون أني روزة من العراق، من بغداد، متزوجة، عندي أولاد 2 الله يخليهم ويحفظهم إلي إن شاء الله. إحنا 4 خوات، وأمنا خامستنا. بعد شنو، ربت بيت. أنا مكملة دراسة الحمد لله والشكر، بس حاليا ربت بيت. وشنو تحبون تعرفون؟ يعني أحب هواية أصور، أحب أشارككم يومياتي، أعرف كومة شغلات، مثلا خلطات، طبخ، شنو اللي يعجبكم تسألون عليه اسألوه. بصراحة ما أعرف شلون أعرف عن نفسي، يعني إذا تحبون اسألوا أنا أجاوبكم في فيديو جديد. بس مثل ما يقولون نبذة مختصرة عني، إنه أني أم والأولاد 2، ربت بيت. إحنا 4 يعني خوات، مثل ما قلت لكم. الوالد شهيد الله يرحمه، وماما موجودة الله يعطيها الصحة والعافية. وها هي، هذا كل اللي أعرف أقوله أو أقدر أقوله حاليا. إذا تحبين يعني أي معلومات، يعني ما بيها شيء، اسألوا ونتشارك المعلومات سوية. يلا راح أعوفكم ويا الفيديو. هنا أنا حبايبي بعد ما حمسنا البصل وخليت البهارات اللي راويت لكم إياها بالفيديو، راح أبدي أضيف المعجون وأضيف المي، وبعدها نشوف يعني الملح مالتها شلونه، ونضيف الخبز عليها. أريدكم تكتبولي بالكومنتات، هي هاي أكلة أهلنا، أكلة جيل الطيبين، أكلة بيبياتنا، الأكلة اللي صدق نحس بطعمها إنه أكو حنية وألفة بيناتنا. المهم أكلناها بأيام الحصار كومة، وكانت أطيب أكلة. كتبولي شنو اسمها، أكو ناس تسميها هيك وناس تسميها هيك، انتو شنو تسموها؟ انتظركم بالتعليقات تكتبولي. تمام، شوفوا هنا حمسنا المعجون، وراها راح نخلي الماء ونخلي الخبز. راح اعوفكم ويا الفيديو وانتظر كومنتاتكم. هنا أنا حبايبي بعد ما اخذت لها غلوتين 3 وشويه سخن الماء مالتها، مو كلش هوايه، شويه. راح نضيف الخبز، انا خليته هنا قرصه ونص. راح نضيفه ونعوفه يتهدر على راحته، وراح تشوفونه راح يصير هيك مثل الصمغ عبالك، هالقد مذايب ذوبان. أكلة كلش طيبة وكلش كلش كلش راقية، وتحبوها كلش هواية، وراح تتذكروها أول ما راح تشوفوها. هنا أنا حبايبي بعد 10 دقائق على نار هادئة، شوفوا صارت دايبة ذوبان، وريحتها ترست البيت، وطعمها روعة خرافي.
غدانا كان هذا اليوم هو التمن أبيض ولحم مثل. ولهنا أنا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى الفيديو عجبكم، لا تنسوني باللايك والاشتراك. أحبكم كوما كوما، انتظروني بالفيديو القادم. مع ألف سلامة.